اول مرحله باش نبداو بها كيما تعودنا ديما ناخذ المول متاعنا نحطوا عليه الطبخ ورق الطبخ باش نحطوه لداخل. نسكر المول متاعي انا باش نستعمل المول هذايا المدور. الكبر متاعو ديامتر هذايا 26. الفور متاعي حليته على 160 درجه. هاو هذوما لي زيتاب الاولانيين باش نجيو للحوافي هذوما، يا اما تغلفهم بالورق متاع المطبخ والا تعملوا بالزبده والا بالزيت كيما تحبوا نتوما. هكا هاو هذه الليتاب الاولى اللي في اي خبزه جاتو يلزمكم المرحله هذه تتعدوا منها ومن بعد تبداو تحضروا الانغريديون نتاعكم وتبداو تخدموا. اول حاجه باش نبداو بها الجنواز نتاعنا نحتاجو 6 بيضات باش نحطهم يتركزوا. راني انا ما نفصلش الابيض على الاصفر، راني نعملهم مع بعضهم. المهم البيض نتاعكم يكون بحراره الغرفه، يعني البيض تخرجوه قبل فتره من الفريجيدير ولا وين حاطينه حسيلو. المهم يكون درجه الحراره نتاعو معناتها تكون بحراره الغرفه. نبداو نفقروا في البيض نتاعنا بالكعبه. بسم الله. حتى لوين نكملوا ال6 بيضات. كما قلنا حشتنا ب6 بيضات، معاهم 185 جرام فارينة ومعاهم 180 جرام سكر. هذوما المكونات راني انا لا نحط خميره لا نحط حتى شيء، يعني باش نستعملوا 6 بيضات 185 جرام فارينة و180 جرام سكر. بالنسبه للسكر 180 جرام تقريبا 7 مغارف، وبالنسبه للفارينة 12 مغرفه. هذوما عطيتكم المقادير بالمغرفة، من بعد نزيد نكتبهم لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو متاعنا. نبداو توا نركض في العظم. السكر باش نزيدوه على 3 مراحل بشوية بشوية حتى لوين من الاول الساعة نركضوا العظم كيف يولي اونيج، يولي نقولوا نحنا يكشكش هكا شوية. وقتها نبداو نحنا نضيفوه في السكر، نضيفوه على 3 مرات بين 9 و10 مغارف حسب تقريب السكر. لهنا باش نكمل الكميه اللي تبقات من السكر باش نصبها الكل. اما بشويه بشويه ماذا بيكم كما قلت لكم على 3 مرات السكر نتاعكم ينضاف للخليط. الخليط يقعد يتركز 15 دقيقه. من بعدها باش نزيدوا في مرحله اخيره السكر فانيليا، ساشي سكر فانيليا للخليط متاعنا. لهنا في المرحلة هذه باش ناخذوا الفارينة متاعنا 185 جرام فارينة دقيق، يعني دقيق أبيض باش نغربلوه ومن بعد باش نضيفوه للخليط متاعنا. المرحلة هذه هي أهم مرحلة، إنك لازم تغربل الفارينة متاعك. ولهنا كمان ركضنا العظام نتاعنا. شوفوا كيفاش يطلع اونيج، هاكم قاعدين تشوفوا فيه تشوف بالكدا. شفتوا كيفاش الخليط نتاعنا. تو باش نبدا نزيد في الفارينة نتاعي على 3 مراحل. كما قلت لكم الفارينة نزيدوها زيادة على 3 مراحل كما زدنا السكر على 3 مراحل. هذه المرحلة الأولى على 3 مرات. باش نخلطوا بالفوي، تأكدوا ان الفوي متاعنا شايحة، ونبداو بالطريقة هذه من الفوق، من اللوطة الفوق، مش من فوق اللوطة، من اللوطة الفوق. بسياسة
حاولوا انكم ما تكسروش العظم، كيما هكا، حتى لوين نكملوا معناتها تولي ما عادش ترى فيرينا خارجه من القاع نتاع الوحده نتاعكم، البول نتاعكم. ها خاطر الفيرينا رزينه باش تهبط اللوطه، تهبط اللوطه بالكل في القاع نتاع المول. نتوما كي تبداو تعملوا هكا من اللوطه الفوق تخرجوها الفيرينا هذيا ثاني مرة. شفتوا كيفاش؟ شفتوا الفرينة كي تبدا كي تزيدها كيفاش تبدا تهابط اللوطة تمشي طول للقعر نتاع الصحفة ولا المولة اللي قاعدين الإناء بالعربية. خاطر يتبعوا فيا برشا مش توانسة، على ذاك نحاول اني نفهم باللهجات الكل باش الناس الكل تفهم. اما برشا يقولوا اللي لهجتنا صعيبة ومش مفهومة، هكا باش اخواتنا العرب الكل كيف يتفرجوا يفهموا. نزيد نضيفوا، نجم نضيفوا على 3 ولا 4 مرات راه كيما تحبوا توما. نكمل هذيا نضيفها على مرتين، معناتها هاكم تشوفوا عملتها على 4 مرات في عقلكم، على خاطر المرحلة هذه راهي أصعب مرحلة. إذا المرحلة هذه تعملوها بالصحيح ما تخافش، قدرة ربي تجيك الجنواز، قدرة الإله بالقدا وتجيك ناجحة. جوست بالسياسة وكهو، والفوية راهي تعاون على الآخر، تعاون على خاطر تخلي الهواء يدخل هكا في وسط الخليط، خير من السباتول. انا نحس انه الفواه هي انجح حاجه علاش؟ على خاطر كما قلت لكم سهله في الخدمه نتاعها خاطيك. باش نزيد نكمل الفرينه نتاعي حتى لوين توليو تلاحظوا انه الخليط ما فيش حتى طرف فرينه. نكمل هذه الاخرى هكا، هاو نكمل ندخلها هكا. الخليط نتاعنا كملناه، شوفوا محلاها، شفتوها كيفاش. تو باش نصبها في المولة نتاعي ونحطها في الفور على كما قلت لكم 160 درجة لمدة من 30 ل 35 دقيقة، 40 زادة انتي والفور نتاعك. بصراحة ما نجمش نعطيك انا، اما من 30 الفوق ما اقلش من 30 دقيقة. وهكا انت عينك من زينك وغزر لها وتشوف معناتها اللون نتاعها كيف هكا يستحمر شويه، معناتها سايي ما تخليهاش تتحرق خاطر تولي مش مزيانه. حاول انك تخرجها معناتها تبدا هكا مستصفره. هذه الجنواز نتاعنا هاكم قاعدين تشوفوا فيها حضرت. باش نحاول اني نعملها هكا على جناب بالسكينه باش من بعد كيف نحيها تبدا سهله معايا في التنحيه. حسيلو في الاخر زدت بدلت سكينه اخرى ما عجبتنيش، وعرفتو خايفه على المول اكثر من خبزه الجاتو. منحبش المول يتجرح لي كيف نجي نحي الواحد. انا ساعات نحط لك البابي نتاع الفور نحطه هكا على جنب، اليوم ما حبيتش نحط، قلت هيا ميسالش. اما تبعوها بالسياسه، بالكم باش ما تهلكوش الجاتو نتاعكم بالسياسه، كل شيء تعمل بالسياسه، خاصة في عالم الحلويات لازمك توسع بالك لأقصى درجة. ألا ما عندوش بال واسع من غير ما يكسر راسه، خاطر الحاجات هذه يتعاملوا كان بوسع البال. سي بون هكا هاو حلو المول نتاعنا. وأوبلا هذه الجاتو، هذه الجاتو نتاعنا. سنة نحيو هالتفش هذا، استنى نوريه لكم شوفوا محلاها. علاش كان تتشاف هكا
شفتوا العلوة متاعها قداش. تنزيد نصور لكم الشريط الكل باش تشوفوها. شوفوا كيفاش تجي، ها راهي خفيفة على الاخر وبنينة على الاخر. من بعد بالطبيعة باش تجيو باش تقصوها، باش تقلبوها كيما هكا، تحطوها في الصحن وتعملولها كالقصان نتاعها، تقصوها وتعملوها بالكريمه نتاعكم. وانا ديجا عندي فيديو اخر فيه طريقه القصان وفيه كل شيء. وهذه كانت الجنوازة اللي حضرناها اليوم مع بعضنا. هاكم قاعدين تشوفوا فيها، شوفوا ما شاء الله كيفاش عريضة تبارك الله، عالية، تنجموا تقصوها على 4 براحة معناتها هكا. هو ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذايا، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو المقبل ان شاء الله، وفي فيديو اخر وفي وصفة اخرى وفي اسرار اخرى. بسلامة.